ما كانش في جيبه غير 15 جنيه. قاعد في البيت مع مراته وابنه وبنته، والاكل اللي في التلاجة مش هيكمل لاخر الاسبوع. كل ما ابنه يقرب منه ولا بنته تبص له من بعيد يتخض، خايف يطلبوا حاجه لانه عارف انه ما حلتوش غير ال 15 جنيه، مش هيجيبوا حاجه. كل شويه يتسحب ويطمن ان اخر علبه لبن لسه فيها كام رضعه لبنته اللي لسه ما كملتش 3 شهور. بيحكي لنا مرزوق وبيقول: قمت لبست ونزلت اتمشيت في الشارع، عندي ورشه بتصلح معدات حفر كبيره، قلت اروح اقعد فيها بدل ما اقعد الف في الشوارع. بيقول: رحت فتحت وقعدت قدام باب الورشه وباصص للسما، قعدت اكلم ربنا، حرفيا بكلم ربنا: يا رب انا عمري ما حرمت عيالي من حاجه، يا رب ما تخلينيش اشوف في عينيهم نظره حرمان، يا رب انا مش مستعجل للرزق، خليهم بس ما يطلبوش حاجه، مراتي ست اصيله وما بتطلبش، بس دول عيال ومش فاهمين، يا رب استرني قدامهم. بيقول: يا دوب بنزل عيني لقيت ست كبيره لابسه اسود ومعاها طفلين وجايه عليا، قالت لي: دول عيال بنتي، امهم وابوهم عملوا حادثه وتوفوا من اسبوع، واقسم بالله يا ابني ما في لقمه دخلت جوفهم من امبارح، لو تقدر تساعدني اجيب لهم اي حاجه يفطروا بيها يبقى كتر خيرك. حطيت ايدي في جيبي واديتها ال 15 جنيه اللي حلت. مشيت الست وهي بتدعي الدعوه اللي انا مش عايز غيرها من الدنيا: ربنا يسترك يا ابني. لقيت راجل كبير في السن لابس جلابيه صعيدي كده داخل عليا بعربيه نقل صغيره وراها المعده بتاعته، وواقف قدام ورشتي. نزل من العربيه ومتنرفز جدا ورزع الباب وما رماش عليا حتى السلام. كان ساير جدا وبيتكلم في الموبايل، وبعد ما قفل قال لي: والنبي يا بلدينا قوم بصلنا على المخروبه دي، انا رحت لكذا واحد قبلك وقالوا لي اشتري كذا واشتري كذا وصارف لحد دلوقتي 70,000 جنيه ومفيش فايده، هتصلحها صلحها، هتقولي اشتري حاجه تاني مش شاري. ابتسمت وطلبت منه يهدى وقلت له: بس اتفضل هصلحها ان شاء الله. بصلي بتحدي وقال لي: عليا الطلاق لو صلحتها كل اللي في جيبي اعتبره حلال عليك. بصيت على العربيه وجربت فيها كذا حاجه لحد ما عرفت العطل، والحمد لله عرفته. وطول ما انا شغال نظرات الراجل مستفزه كانه بيتحداني، ولولا فعلا انه كبير في السن كنت قلت له: خد مكانتك وامشي. بعد حوالي ساعه المكنه اشتغلت بس صوتها ما عجبنيش، قعدت اظبط فيها حاجه تاني لحد ما الراجل انبهر وقال لي: انت عملت ايه؟ انا عمري ما سمعت صوتها ناعم كده. ابتسمت له وقلت له: مش قلت لك ان شاء الله هصلحها؟ ابتسم الراجل ابتسامه كسوف وقال لي: حقك عليا، انت ما تعرفش الصناعيه اللي قبلك عملوا فيا ايه. سلم عليا وحط ايده في جيبه وطلع رزمه فلوس وحطها في ايدي. انا مش عارف هم كام بس واضح جدا انهم كتير. لف ظهره ومشي. قلت له: استنى يا حاج دول كتير قوي. قال لي: حطهم في جيبك، انا حلفت طلاق لو صلحتها يبقى كل اللي في جيبي حلال عليه، وانا والله مسامح، ودافعهم بنيه صافيه. قطر مكانته وركب عربيته ومشي. سرحت لثواني وانا باصص للسما وبشكر ربنا، بطلع الفلوس وبعدهم، طلعوا 15,000 جنيه، والله العظيم 15,000 جنيه. ربنا اكرمني وبعت لي ست تاخد مني اخر 15 جنيه في جيبي وفي بيتي عشان يكافئني براجل اصلح له عطل ويديني 15,000 جنيه. قلت له: مستغرب ليه من رحمه ربنا؟ انت اكرمت الست